كل ركن من أركان الزمن فيه قصة مستنية تتحكي، وأنا هنا في بيت الحواديت جاية أحكيلكم حكايات زمان ودلوقتي، حواديت فيها العبرة وفيها الدفء وفيها الحنين. جاهزين؟ يلا نبدأ حكايتنا. بداية الخلق كانت الجنة هي المكان الأبدي، مكان مفيهوش تعب ولا حاجة تقدر تعكر صفوه، فيه سلام والنعيم. وهناك كانت روح الإنسان الأولى آدم، أول مخلوق خلق ربنا بيديه. الجنة كانت كل حاجة ليه، حياة هادية، ظلال كبيرة وأنهار من لبن وعسل. لكن قلبه كان فيه حاجة جديدة، شعور بالوحدة. فربنا خلق له من نفسه زوجته حواء علشان تكون ليه سكن وتكمل حياته وتملأ الفراغ اللي مش قادر يفسره. ومن هنا بدأت أول قصة حب في تاريخ البشر، في مكان مقدس، بداية حاجة مفيش زيها في التاريخ. الجنة مكان مليان نعيم، مفيش تعب، مفيش خوف، مفيش جوع أو عطش. أنهار من لبن وعسل، ظلال لا تنتهي، ثمار دانية وسلام دائم. آدم أول إنسان فتح عينه على الجنة، على النعيم ده كله. وربنا برحمته ما سابوش وحيد أو ما سابوش لوحده. في يوم من الأيام في الجنة حس آدم بشيء غريب، حس بحاجة ما كانش حاسس بيها قبل كده. السكينة ناقصة، في حاجة مش مكتملة. فخلق الله له زوجته حواء من ضلعه الأيسر وهو نائم عشان يكونوا مع بعض ويأنس. آدم فتح عينه وشاف قدامه مخلوق جميل ورقيق. قال لها: انت مين؟ قالت: انا امرأة. قال لها: واتخلقت ليه؟ قالت: لأكون سكن ليك. وهكذا وكده يعني بدأت أول قصة حب في تاريخ البشر في جنة الله. ربنا أسكن آدم وحواء الجنة وقال لهم: كلا منها رغدا حيث شئتما. كل الجنة ملكهم، كل الأنهار، كل الثمار، كل الحدائق. لكن في شجرة واحدة كانت ممنوعة عليهم، وربنا قال لهم إيه؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وصية واحدة، شجرة واحدة بس كانت ممنوعة. ولكن إيه هي الشجرة دي؟ هل هي تفاحة، تين، عنب؟ ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش نوعها، بس المهم إيه؟ هو الطاعة. آدم وحواء كانوا عايشين في سعادة وسلام، لكن إبليس منسيش وعده، ما طردش من الجنة تماما، لكنه ما كانش مرحب بيه هناك. بدأ يترصد ويدور على طريقة يدخل بيها قلوبهم. أول خطوة كانت الوسوسة. قرب إبليس كده منهم وقال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لاحظوا الكلام، شجرة الخلد يعني الخلود، وملك لا يبلى يعني ملك دائم لا ينتهي، مش بيخلص. الشيطان مش بيجي بالشر بشكل صريح، بيحاول يزينه عشان يوقعك. آدم وحواء ما كانوش ناويين يعصوا ربنا، لكن إبليس أقسم بالله كذبا وقال لهم، قال لهم:
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فبدأوا إيه؟ بدأوا يترددوا، وبعدين خلاص أخدوا قرارهم وتسللوا للأكل من الشجرة. وفجأة اختفت ملابس الجنة، وبدأوا يشوفوا نفسهم عراه، ففضلوا يقطفوا من ورق الجنة عشان يغطوا نفسهم. هنا ظهر أول أثر للمعصية في تاريخ البشر. تعالى فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ربنا سأل آدم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ آدم ما جادلش، ما كذبش، وما تكبرش، بل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا كان الفرق بين آدم وبين إبليس إيه؟ إبليس تكبر وقال: أنا خير منه، لكن آدم اعترف وقال: ظلمت نفسي. فرق كبير بين اللي يعترف بخطأه وبين اللي بيبرر خطأه. وهنا بدأت التوبة، أول توبة في تاريخ البشر. آدم عصى، لكنه ما أصرش وما تكبرش ومبررش كمان المعصية، ولا برر المعصية. كان أول ذنب وأول دمعة وأول سجدة توبة لله، وربنا فتح له باب الرحمة. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد ما تابوا جه القرار. ربنا قرر إن آدم وذريته ينزلوا الأرض عشان تكون بداية رحلة جديدة، وقال لهم: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ونزل آدم، ونزلت حواء، ونزل إبليس، ونزلنا إحنا كجزء من الذرية اللي هتعيش في هذا الصراع. إحنا مش في الجنة، إحنا في دار اختبار. الجنة كانت البداية، لكن الأرض هي الميدان اللي هيتحدد فيه مصيرنا. ربنا ما قفلش الباب، التوبة مفتوحة، الغفران واسع، لكن أهم حاجة بلاش نكابر. الشيطان مش بييأس، فإياك أن تغفل. كل معصية بتبدأ بوسوسة، فخد بالك لصوتها. الطاعة مش بس في الأوامر، لكن كمان في الامتناع عن النهي. التوبة هي الاعتراف بالخطأ والندم لربنا. نتكلم في النقطة الجاية عن إيه؟ عن قصة قابيل وهابيل. بعد ما نزل آدم وحواء إلى الأرض، رزقهم الله. ربنا رزقهم بالذرية، وكانت أول أبناء آدم قابيل وهابيل. كل واحد منهم كان ليه توأمه، لكن مع مرور الوقت حصل خلاف بين قابيل وهابيل. آدم أمر أبنائه يقدموا قربان لله عشان يظهروا إخلاصهم. هابيل قدم من أفضل غنمه، بينما قابيل قدم من أسوأ زرعه. قبل الله قربان هابيل بينما رفض قربان قابيل. هنا بقى حصل إيه؟ الحسد والغضب. قابيل زعل واتضايق من أخوه هابيل، وبدأت الغيرة تدخل قلبه. لكن هابيل قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لكن الغضب كان أقوى، وقرر قابيل بقتل أخوه هابيل. كانت أول جريمة قتل على الأرض. بعد ما قتل قابيل هابيل، بعث الله غراب عشان يوريه كيف يواري جثة أخيه. وقال قابيل: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. هكذا كانت أول جريمة قتل في تاريخ البشر، وأول درس للبشر في الحسد والغيرة والندم. ربنا فتح لينا باب التوبة اللي مش بيتقفل أبدا. الجنة كانت البداية، والأرض هي الميدان، لكن دايما التوبة موجودة. العبرة إنك ترجع لربنا بصدق. ودي كانت حكايتنا النهاردة من بيت الحواديت. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا وتستنوني في الحكاية اللي جاية. أنا دايما هنا عشان نحكي ونسمع ونتعلم من كل قصة. في أمان الله.